الرحيم. في البداية أحب أشكر الفريقين على المردود الجميل اللي شفناه اليوم، وشفنا كرة قدم يعني. كذلك أحب أشكر جمهور الفريقين اللي حضروا وكانوا دافع كبير للفريقين، وأحب أشكر جمهورنا اللي يستحق دائما الكثير، والجمهور المحب دائما حصله متواجد بغض الظروف. الفريق كان متصدر او كان مستوى نازل، ولكن الجمهور اعتقد انه محرك دائما متواجد ومش غريبه عليهم، ونحب نشكرهم والشكر دائما لجمهور العين. اعتقد انه يستحقون اكثر، ولكن اكيد انه ينتظرون اكثر من فريقهم. إذا بنتكلم اليوم ظروف المباراة، أيضا العين بنقول الشوط الأول لم يظهر بذاك المستوى، لكن في الشوط الثاني فعل الأهم وهو ما خسر المباراة. شوف الحين مباراة العين والشرج أكيد مباراة بين قطبين كبار في كرة الإمارات، بس ما نريد نعطي المباراة أكبر من حجمها. هي مباراة ب3 نقاط، كل فريق داخل وعنده أهداف في هذه المباراة. يعني لو تقول العين شو تريد، أقول لك أريد 3 نقاط، والشارجة يريد 3 نقاط، لأن فريقين يبحثون دائما عن الصدارة، أو يبحثون أنهم يكونون في أماكن متقدمة. مهم أن بالنسبة لنا نحن كفريق أن أنا ما يعني نحن التعادل بالنسبة لنا هي نقطة يعني، ولكن أنك تلعب مع فريق كبير مثل فريق الشارجة وفي أرضه وبالظروف اللي شفناها في المباراة، وأن الفريق يرجع، هذه النقطة المهمة اللي شفناها اليوم واللي أفرحتنا. أنا أقول لك يعني بغض النظر عن المباراة، اللي هي قتال اللاعبين لآخر فرصة، وتحس أن اللاعب متعور يريد يلعب، والحماس والقوة والرغبة في التسجيل هذه كانت مهمة بالنسبة لنا، وأعطانا شعور مهم أن اللاعبين عندنا لاعبين على مستوى عالي، ونحب نشكرهم على مجهودهم الكبير اللي قدموه اليوم. ما نريد نتكلم عن المباراة ونعطيها أكثر، يعني هي مباراة كبيرة يعني وتتكلم عن نفسها. نقول أن مهم بالنسبة لنا نحن كفريق أن ننظر إلى نفسنا، نحترم الجميع، كل الفرق فرق محترمة وفرق عندها طموحات، ولكن مهم بالنسبة لنا نحن كمدير أو مشرف أو مسؤولين عن نادي العين أن نحن نهتم في فريقنا، ونحاول نشوف نعالج الأخطاء، ونشوف الأشياء الإيجابية والسلبية، ونحاول أن نقيم الوضع للمرحلة القادمة، وخاصة المرحلة القادمة بعد مرحلة توقف. شكرا لك. إذن هذا كان تصريح عبد الله علي مدير فريق العين. كابتن حسن، ممكن نحن نتكلم يعني عما صرح به عبد الله علي.